عمري 27 عام. كنت خدامة كوافورة. بعض المرات كانت تجيني خدمة وكنمشي عند واحد السيدة لاباس عليها للدار، صبغ ليها شعرها ليميش تطيبة، قاد ليها الحجبان حتى الصباغة، ميناج هكا الوجه الميكاب ماساج كلشي. كتكترلا فيا، وملي كتبغيني كتصوني ليا نشد طاكسي ونمشي عندها للدار. هي ساكنة خارج المدينة بحوالي 7 كيلومتر. واحد المرة ساليت من عندها وبغيت نخرج، انا غنصوني للطاكسي حتى خرج راجلها قال لي صافي هذيك هي طريقي، انا نوصلك معايا. جبت معايا الهضره وقال لي مرتي واش كتهلا فيك بعدا ولا غير كضربي تماره؟ قلت له الحمد لله ما خصني حتى خير معاها. هضره جبت اخرى، قال لي عطيني تليفونك. في الليل عيط ليا وبدا يعيط بعض المرات، قال لي بغيت نتزوج بيك. في الاول ما ثقتش، ويلي كيفاش عنده هذيك المراه كتحمق وبغى يتزوج بيا انا؟ هذا واقيلا غير كيتفلى. صراحه ما ثقتش به، انما قلت نتبع الكذاب حتى لباب الدار. المشكله انه من بعد ما طلب مني الزواج مرته اتصلت وقالت لي بلي نمشي عندها للدار نقاد ليها. انا خفت، قلت يمكن عاقت بشي حاجه وبغيت تنتقم مني. عيطت ليه نسولو واش نمشي، ما جاوبنيش. تاني صونات مرته قالت لي سير بيه انا عندي عراضه خاصني نسالي قبل ما يجيو الناس. هو غير شاف الاتصال ديالي اتصل بيا قال لي اتصلت ياك لاباس؟ قلت له مرتك بغاتني نمشي نقاد ليها وانا خايفه تكون حست بشي حاجه. قال لي كونك هانيه ما فراسها والو، فراسها ما يتعاود، انما من الافضل قطعي العلاقه معاها وما تبقايش تمشي عندها للدار. قلت له اوكي، انما هي رغبتني نمشي نقاد ليها حيت عندها عراضه ومزروبه. قال لي اللي بغيتي. المهم هزيت الحوايج تاع الخدمه وشديت الطاكسي ومشيت لعندها للدار وانا قلبي كله كيقفقف، مخلوعه بزاف. وصلت للباب وكندق، وهاد الباب هكا مردودة شويه، دقيت غير بشويه وخا الباب يعني كان محلول. سمعت راجل قال لي يعني راه كتستناك انا الخدام الجديد. المهم دخلت انا، يلا بغيت نطلع مع الدروج، حطيت رجلي على الدرجه الاولى وتليفوني صوني. هزيت التليفون لقيتها هي، فتحت الخط قلت لها صافي انا وصلت هاني طالعه عندك. قالت لي فين طالعه؟ فين طالعه عندي؟ انا راني مسافره انا وراجلي، ها هو حدايا مدوزين الويكاند، حنا غير خاطرنا عليك انا وراجلي غير تراهنا عليك واش تغدري ولا ما تغدريش. وملي كان كيعيط ليك كان كيكون حدايا، ها هو ها انتي سمعي صوته وانا نسمعو كيضحك بجهد. قال لي غير سمحي ليا انا غير كنت متراهنه انا وياها.